فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكاد بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء أمس الأربعاء، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 40 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر. وحسب المعطيات الأولية للبحث فقد استدرج المشتبه فيها الذي يملك محلا لبيع الأعشاب الضحية القاصر إلى شقته بغرض استغلاله جنسيا قبل أن يتدخل بعض المواطنين ويقوموا بإشعال مصالح الأمن. وقد تم التكفل بالطفل القاصر البالغ من العمر 13 سنة من أجل عرضه على الخبرة الطبية، بينما تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القاضي أو القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.